السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. لما جن الأرواح بيلاقي كيم شين جاي عليه وبيناديه باسم وانج يو، بيزعل جدا إنه طلع في النهاية عدو وسبب تعاسته وموت كل الناس دي، وبيسأله لو كان هو فعلا الملك ده. وبعدها كيم شين بيسيبه وبيرجع البيت ياخد يون تاك علشان يوديها تسكن في مكان تاني علشان يكون مطمن عليها. وعلى ما وانج يو بيرجع البيت بيلاقيه فاضي وبيحس بالوحدة جدا. وفي ليلة بالليل كان الوزير الشرير قابل واحدة من زمايل وانج يو، واللي هي حاصدة أرواح برضه، وبيتأكد منها إن سون هي نفسها كيم سون، لأنه كان خلاها تروح تسلم عليها علشان تشوف حياتها السابقة وتتأكد. وبتطلع البنت دي أصلا كانت خادمة للملكة كيم سون، وإنها اللي كانت بتقدم لها السم في العصير أيام زمان. وتاني يوم شبح الوزير بيظهر لسونهي في المطعم وكان هيقتلها لولا ان وانج يو ظهر وكان بيحميها منه، وبيعرف ان هو السبب في كل الموت والحوادث الغريبه اللي كانت بتحصل. حتى حادثه والده يون تاك لما كيم شين انقذها كان هو اللي تسبب فيها، لانه كان بيتغذى طول السنين دي على خطايا الناس وخوفهم. بعدها وانج يو بيروح يقابل يون تاك ويخليها ترسم له السيف اللي في صدر كيم شين علشان يتاكد هو نفسه السيف اللي في ذاكرته ولا لا، لانه لغايه دلوقتي ما كانش متاكد هو مين فعلا بما انه مش فاكر اي حاجه من حياته السابقه. وبعدها بيتعرض وانج يو او جن الارواح للعقاب لانه استخدم قواه على البشر من غير اذن، وكان عقابه انه بيفتكر حياته السابقه وكل الخطايا والذنوب اللي عملها، وكان قتله لنفسه هي الخطيه الاكبر اللي اتعاقب عشانها. وبقى حاصد ارواح وعايش في النص بيساعد الارواح تنتقل للعالم التاني، وهو ثابت مكانه لا بيفتكر هو مين ولا عارف هيروح فين. ساعتها وانج يو بيشوف ذكرياته كلها وانه طلب من كيم شين انه ما يرجعش من الحرب والا هيقتل عيلته، بس لما كيم شين بيرجع قتله هو وعيلته وكل جنوده، وقتل اخته اللي هي كانت اصلا حبيبته. بس الوزير هو اللي خلاه يعمل كل ده وكان بيتحكم فيه على اساس انه كده هيظهر هو قد ايه حاكم قوي. بس من يوم ما ماتت كيم سون بامره وهو ما كانش بينام من الحزن والالم، وهو اللي رسم صورتها علشان يفضل فاكر ملامحها كويس. وفي الاخر فستانها اللي اتقتلت فيه واحده من الخدم رجعته له هو والخاتم، وكان عليهم دمها لسه. فوانج يو بيمشي زي المجنون في الشوارع وبيدي الخاتم للجنيه العجوز وبيرمي الفستان في النار. ولما بيرجع القصر بيقتل نفسه بانه بيشرب كميه كبيره من السم اللي كان عارف ان وزيره بيدسهوله في الشاي طول الوقت. وبنعرف برضه ان الوزير كان عاوز يسمم كيم سون، بس وانج يو منعها من انها تشرب الشاي ده ابدا لانه كان عارف اللي فيه وما كانش عاوزها تتاذي، بس في النهايه هو اللي قتلها. وبعدها بيروح يقابل كيم شين ويقول له انه افتكر كل حاجه وانه فعلا وانج يو. فكيم شين بيتخانق معاه علشان كان جبان ومعرفش لا يحمي نفسه ولا شعب ولا حتى زوجته. فوانج يو بيترجى انه يقتله، بس كيم شين بيقول له انه مش بعد كل ده هيرتكب خطيه قتله مهما حصل، وكفايه كل الناس اللي ماتت. في الوقت ده كان شبح الوزير ظهر في المطعم وكان هيقتل سونهي، بس يون تاك بتحميها فبيتفجر منها طاقه زرقاء من علامه الشبح اللي في رقبتها والشبح بيختفي. وبالليل يون تاك بتستدعي كيم شين وبتقول له على اللي حصل. فكيم شين بيقابل وانج يو تاني يوم ويقول له ان لازم يعمل حاجه صح مره ويحمي سونهي، كفايه اللي حصل زمان. وساعتها كيم شين لاول مره بياخد باله ان الغرض من السيف من البدايه انه يقضي على شبح الوزير، فبيتفق مع يون تاك على الخطه ويخليها تستناه على سطح مبنى ويقول لها ان لما يظهر لها الشبح الشرير تستدعيه. وفعلا بعد شويه لما الشبح الشرير بيظهر المره دي ليون تاك ما كانتش هي شايفاه، لان من وقت ما العلامه اختفت وما بقتش تشوف الاشباح في نفس اللحظه اللي بيظهر اسمها عند وانج يو جن الارواح ويعرف انها في خطر. وساعتها يون تاك بتفهم الخطه كلها وان الشبح الشرير كان مستني طول الوقت ده علشان يستغلها ويلبسها ويسحب هو السيف بايديها من جسم كيم شين ويقتله. فبسرعه بتتصل على كيم شين وبتحاول تستدعيه، بس الشبح بيهجم عليها ويخنقها وكان هيوقعها من على المبنى. واخيرا بتقدر تستدعي كيم شين وتقول له يقتلها بسرعه قبل ما الشبح الشرير يلبسها ويقتله. وقبل ما تكمل كلامها كان فعلا ده حصل، وبيقرب من كيم شين وبيبدا يسحب السيف. وفي اللحظه دي بيظهر وانج يو بينادي على الشبح الشرير باسمه وبيجبره انه يخرج من جسم يون تاك اللي ساعتها كان اغمى عليها. بس كيم شين بيستغل ان ايديها كانت على مقبض السيف لسه وبيمسك ايديها ويخليها تسحب السيف من صدره. ولما بيخرج كان عباره عن نار وبيقضي بضربه واحده منه على شبح الوزير اللي كان فرحان انه قدر يقتل كيم شين تاني. وساعتها بيبدا جسم كيم شين يتبخر ويختفي. ساعتها كل الناس اللي كانوا على علاقه بكيم شين بينسوا كل حاجه عنه وكل ذكرياتهم معاه كانه ما كانش له وجود اصلا. ولما يون تاك بتلاحظ انها بدات تنسى بتجري على الدفتر بتاعها وتكتب اسمه فيه وانها عروسه العفريت وبتوصفه علشان يفضل محفور جواها. والجنيه العجوز كانت لسه بتحكي الحكايه لاي حد معدي وبتقول ان كيم شين المحارب الشجاع بقى متعلق في مكان بين عالمنا وعالم النور. بعد 9 سنين كانت يون تاك اتخرجت من الجامعه وبتشتغل منتجه في محطه اذاعيه، وكانت كل ما الدنيا تمطر بتحس بالالم وان في حاجه ناقصاها والحنين لحد مش موجود ومش عارفه هو مين. وفي يوم عيد ميلادها يون تاك لاول مره من سنين بتولع شمعه وتتمنى انها تشوف اللي كانت ناسياه طول الفتره اللي فاتت دي. واول ما بتطفي الشمعه بيظهر كيم شين قصادها بلبس وهيئه المحارب اللي مات عليها اول مره،
وهو ما كانش مصدق ان ايرا استدعته ودعواته في انه يرجع لها استجابت، بس هي للاسف ما كانتش فاكره اصلا وبتستغرب هو مين ويعرفها منين، وما كانش في اي حد فاكره خالص غير وانج يو اللي اول ما بيشوفه بيعتذر له لانه خان ثقته فيه. وكيم شين بيرجع يقعد معاه في القصر من تاني، وبنعرف ان كيم شين لما رجع الحقيقه رجع بكل القوه اللي كانت عنده قبل كده، كل الاختلاف ان السيف ما بقاش موجود، وبيرجع يستخدم القوى السحريه دي في انه يبهر يون تاك ويلفت نظرها له بانه بيتحكم في التلج والمطر وتفتح الازهار. حتى لما بيحصل لها مشكله في شغلها كيم شين بيساعدها بانه بيخلي شركته تعمل اعلانات في المحطه اللي هي شغاله فيها، وكانت صفقه كبيره بتفيدها جدا في شغلها. وفي يوم الرساله اللي كانت يون تاك كتبتها وبعتتها لما كانوا في كندا اول مره بتوصل لكيم شين اخيرا، فبيطلب من وانج يو انه يروح ويسلمها لسونهي علشان تبقى حجه يشوفها وفي نفس الوقت توصلها ليون تاك. وفعلا وانج يو بيروح على المحل بس مش بيلاقي سونهي، فبيسيبه مع البنت اللي بتشتغل هناك. وتاني يوم كانت سونهي اخدت الجواب ووصلته ليون تاك، وساعتها بتتفاجئ ان خطها هو اللي على الجواب وكمان عليه عنوان في كندا، مع انها اصلا ما عندهاش جواز سفر علشان تسافر بره كوريا. فبتستغرب ايه اللي حصل من 9 سنين وهي مش فاكراه وغير حياتها بالشكل ده. وبعدها بتقرر انها تروح تعمل جواز سفر وتروح في رحله لكندا للفندق اللي عنوانه على الجواب علشان تعرف مين اللي بعته. ولما يونتاج بتمشي في شوارع كيبك كانت بتحاول تفتكر اي ذكرى ليها لغايه ما كانت معديه من قدام الباب الاحمر اللي خرجت منه ورا كيم شين اول مره. وبعدها كانت هي ماشيه لوحدها في نفس الشوارع اللي شافتها اول مره، فبتقابل الشبح الاجنبي اللي كانت شافته زمان وكلمته، واول ما بيشوفها بيقول لها انت تاني. هي بترد عليه وتقول له ايوه طبعا، ومش بتستوعب غير بعد ما مشي، فبتجري وراه تساله هو يعرفها منين بس كان اختفى. وساعتها بتقابل الست اللي كيم شين اشترى منها السلسله اللي اهداها ليها زمان، والست بتتعرف عليها من السلسله وبتقول لها ان كيم شين هو اللي طلب منها تعملها له من 10 سنين، في نفس الوقت اللي كان كيم شين محتار يروح لها ولا لا. وفي الاخر وانج يو بيقنعه انه يروح بدل ما هو محيره معاه بالشكل ده. المفاجأة بقى ان يونتاج بتلاقيه خارج من الباب الأحمر زي أول مرة وبتمشوا سوا في شوارع المدينة، هو بيستعيد ذكريات الماضي وبالنسبة لها دي كانت زيارتها الأولى. وتاني يوم بيعزمها على الغداء، والغريب ان لما بيجي رايح المطعم بيشوفها بنفس الهيئة اللي كان شافها عليها من 10 سنين فاتوا لما شاف مستقبلها، وبيفرح جدا لانه طلع هو نفس الشخص اللي كانت مستنياه، وبيعرف ان قدرهم واحد من البداية، كل خطوة بتقربهم من بعض. وفي يوم وهي في الفندق كانت بتقلب في المجلات السياحية فبتشوف صورة التل اللي عليه قبور كيم شين القديمة، وساعتها بتفتكر لمحات انها كانت في المكان ده قبل كده، وعلى طول بتروح هناك وبتشوف صورة كيم شين على شاهد القبر، وفجأة بتلاقيه قدامها وبتتخانق معاه علشان مش عارفة هو مين، كيم شين اللي في مذكراتها بقى ولا مين بالظبط. وانج يو بقى كانت سونهي كلمته علشان تقابله وتعرف هو مين بما انه هو اللي وصل الرسالة في المحل، ودي كانت حجة علشان تشوفه. والمفاجأة انها كانت فاكرة كل الماضي وما نسيتش ولا اي حاجة ابدا، وكانت عاملة انها ناسي علشان محدش يحس بحاجة. في الوقت اللي كانت يونتاك عند النافورة ولما بتشوف ورقة شجر القيب بتفتكر الماضي كله وكيم شين وذكرياتها معاه، فبتجري في كل مكان تدور عليه. وتاني يوم بيرجعوا على كوريا وبتروح تسلم على وانج يو اللي كان مستغرب من اللي بيحصل لان اول مره شافها كانت من 9 سنين، والمره التانيه 19 سنه والتالته 29 سنه، فبيعرف ان السر في رقم 9 وان كل اللي حصل كان قدر من البدايه. وفي الاخر كيم شين بيعترف لها انه حبه الاول والاخير من وقت ما شافها في المستقبل من قبل ما هي تتولد اصلا، والاتنين بيتفقوا انهم يتجوزوا ويعملوا فرحهم في المكان اللي مات فيه كيم شين اول مره وفيه السحر كله. وفي يوم كانت يونتاك في شغلها لما شافت رسالة من حد من المتابعين بيتكلم عن النسيان، والرسالة دي كانت من سونهي بتقوله فيها انها عمرها ما نسيت حاجة وبتودعهم. ساعتها يونتاك بتروح على بيت سونهي بسرعة بس بتلاقيها باعت البيت وسابت المدينة، وكانت سايبه لها رسالة بتوصيها فيها انها تاخد بالها من كيم شين اخوها وتتمنى لهم السعادة. وفي يوم كانت خالة يونتاك ظهرت لها وبتقعد معاها في بيتها، بس في ليلة بتتخانق معاها وكانت هتضربها، بس الاشباح اصحابها بيظهروا وبيحموا يونتاك من خالتها وبيخفوها من حياتها علشان تعيش بسعادة مع كيم شين. بس في يوم كان وانج يو في محطة الأتوبيس علشان حادثة هتحصل هيموت فيها أطفال كتيرة، بس فجأة الموضوع بيتغير لما بتظهر يونتاك وتسلم على وانج يو وهي معدية راجعة من الشغل، لأن ساعتها شافت الشاحنة جاية على بعد ناحية مجموعة من الأطفال بيعدوا الشارع، وكانت وقتها بتتكلم مع كيم شين. ولما يونتاك بتشوف ان الاطفال في خطر بتضحي بنفسها وتسوق عربيتها ناحيه الشاحنه وتعترض طريقها علشان تحمي الاطفال وهي اللي بتموت. ولما روحها كانت عند وانج يو بيقدم لها شاي النسيان قبل ما روحها تنتقل، بترفض تشربه علشان لما ترجع في الحياه اللي جايه تقابل مين شين تاني. وبتمر السنين وكيم شين مستني اليوم اللي يقابلها فيه تاني، وبعد 30 سنة كانت مهمة وانج يو الأخيرة ودي كانت روح سونهي وبيعبر معاها للعالم التاني. في كل السنين اللي مرت دي كان كيم شين محتفظ لسه بقواه الخارقة وشكله ثابت زي ما هو ما اتغيرش، بس كان لسه بيساعد الناس وبيدلهم على طريق الخير. وفي يوم كان كيم شين ماشي في الشارع فبيشوف اخته سوني اتجسدت من جديد وبقت في الحياه الرابعه بتاعتها ممثله، وبتتعرف على وانج يو بيحبوا بعض من تاني، والمره دي بيعيشوا في سعاده.
اما كيم شين فبيسافر كندا وبيستقر هناك فتره، وفي يوم هو في المقبره بتاعته على التل الكبير كان بيقرا كتاب لما بيتفاجئ ان يون تاك واقفه وراه وانها اتجسدت من جديد ولسه فاكره كل ذكريات حياتها اللي فاتت وبتروح تسلم عليه، وهو طبعا ما كانش مستوعب وفاكر انه بيحلم من كتر ما كان بيتمنى وبيحلم انه يشوفها تاني. وفي النهايه بنتعلم ان التسامح والحب هو اللي بيغير حياتنا وبيخلينا نكمل في سعاده، لاننا لو فكرنا في الانتقام هنلاقينا مشينا في طريق طويل ملوش نهايه وكله تعب وغضب. وكمان الخير اللي بنعمله ومساعدتنا للغير مهما كانت بسيطه ممكن تغير حياه اللي بنساعده، زي ما كان بيحصل مع الناس اللي كيم شين كان بيساعدهم وحياتهم اتحولت 180 درجه وبقوا بيساعدوا غيرهم كمان. ومهما خططنا لحياتنا مش هيحصل غير اللي مكتوب ومتقدر لنا، لأن ربنا شايف الأفضل لينا في كل شيء، وعلشان كده لازم يكون عندنا ثقة وإيمان بالله إن اللي ربنا شايفه خير لينا هو اللي هيكون مهما طال الزمن ومهما كانت الظروف صعبة. وبكده يخلص الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.